في الوقت اللي كانت الناس فيه مشغولة بتشتري لبس العيد وبترص الكحك، كان في طيارة رئاسية بتشق سماء الخليج في رحلة ما خدتش غير ساعات قليلة، بس نتائجها شقلبت موازين القوى في لحظة. ليه الرئيس السيسي ساب القاهرة ليلة العيد وطلع على أبو ظبي والدوحة في توقيت قاتل والصواريخ بتملى السماء؟ وإيه اللي حصل في الساعتين دول خلى القوى العظمى في العالم تقف مذهولة؟ النهارده في الدنيا مقلوبة هنفك الشفرة دي كلها، وهنحكي لكم كواليس المعجزة العسكرية والدبلوماسية المصرية اللي حصلت في قلب النيران، وازاي انقذت الدبلوماسية الخشنة جيوبنا ومستقبلنا. خليكم معانا عشان تتخيلوا المشهد اللي العالم كله كان بيراقبه. القصف الإيراني كان بيطول العمق الإماراتي، ومنطقة الخليج حرفيا كانت ساحة حرب مفتوحة. وفي وسط الذهول ده حصلت شجاعة مصرية نادرة. في زيارة جريئة استغرقت ساعتين فقط دخلت طيارة الرئاسة المصرية الأولى المجال الجوي الإماراتي، وهي محمية ب7 طيارات من نخبة نسور القوات الجوية المصرية. الطيارة كان على متنها الرئيس السيسي ووزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة المصرية. ركزوا في التوقيت ده، تم إبلاغ أمريكا وإيران وإسرائيل في لحظة الدخول إن السيادة المصرية الآن في أجواء الخليج العربي. وهنا كانت المفاجأة اللي خلت غرف العمليات العسكرية في العالم كله تسكت. صمت جنائزي. المدافع سكتت، القصف توقف تماما وفورا لمدة 3 ساعات كاملة. بدأت مع دخول السيادة المصرية للمجال الجوي وحتى خروجها. المشهد ده ما اتعملش مرة واحدة، ده اتكرر بالحرف لما توجهت الطيارة لقطر، وتوقف تام لإطلاق النار طول فترة تواجد الرئيس المصري. العالم وقف انتباه قدام الحضور المصري، ودي رسالة بتقول إن كلمة السر هي مصر اللي بتقدر تفرض الصمت في عز الانفجار. لما بنقول الدنيا مقلوبة لازم نفهم اللي حصل ده ليه معنى واحد بس، إن مصر واثقة في أجهزتها الأمنية والاستخباراتية لدرجة مرعبة. ده مش مجرد مشوار رسمي، دي خطوة محسوبة بالملي، مش رمية نرد ولا مغامرة. الرسالة اللي لازم توصل للكل إن أمن الخليج مش ملف برا حدودنا، ده في قلب أمننا القومي. في الوقت اللي فيه ناس تانية متكيفة بالفرجة والكلام، في ناس تانية بتتحرك بجد على الأرض وبتحمي مصالحنا، لأن استقرار الخليج هو استقرار لبيوتنا وأسواقنا. الحكاية بقى، احنا فين من اللي بيحصل؟ من يوم ما الدنيا قامت وما قعدتش في 28 فبراير اللي فات لما امريكا واسرائيل ضربوا ايران، ومصر واخده موقف بنسميه الحياد النشط. يعني ايه؟ يعني احنا مش بتوع حروب بس مش بنتفرج من بعيد. مصر ادانت بوضوح الضربات اللي جت في الامارات وقطر والبحرين والكويت وقالت ان ده خط احمر. طب واحنا مالنا؟ الحسبة بسيطة ومباشرة. الحرب دي لو كملت قناة السويس هي اللي بتدفع الثمن، واحنا فعليا خسرنا حوالي 10 مليار دولار من ايرادات القناة بسبب القلق اللي في المنطقة، زي ما الرئيس قال في افطار الاسرة المصرية. سر خروجة بقى ليلة العيد دي كانت ايه؟ كانت عشان نجمع جبهة الاعتدال العربي. مصر هنا بتلعب دور الوسيط اللي الكل بيثق فيه، وبتحاول تهدي اللعب بين واشنطن وطهران. طيب الكواليس الاقتصادية بقى، اختصارا هي هنختصرها في كلمتين: تأمين لقمة العيش. الزيارة دي مش سياسية وبس، دي كانت غرفة عمليات اقتصادية متحركة في الكواليس. الكلام ده ما كانش عن الرصاص بس، كان عن الاستثمار والنمو والعملة. الرئيس في لقاءاته ركز على 3 ملفات هم عصب الاقتصاد المصري. 1. توطين الصناعة المشتركة، اتفاقيات لضخ استثمارات خارجية في قطاع التصنيع بمصر عشان نصنع حاجتنا هنا بدل ما نستوردها بالدولار، وده اللي هيساعدنا نوصل لمستهدف خفض التضخم ل7%. منطقة قناة السويس الاقتصادية، رقم 2. مصر قدمت ضمانات أمنية للملاحة مقابل الالتزام الصناديق السيادية الخليجية بزيادة حصتها في منطقة القناة وتحويلها لمركز عالمي للخدمات اللوجستية عشان نعوض 10 مليار دولار اللي اتأثروا. 3. سعر الصرف، تنسيق مالي لضمان تدفقات دولارية ثابتة تمنع أي تلاعب بالأسعار في السوق المصري، وتطمن ان المستثمر يعني يطمن ان مصر هي الملاذ الآمن في منطقة مشتعلة. لغة الأرقام ما بتكدبش، خلونا نبص بالأرقام عشان نكون فاهمين. بص بقى على الأرقام دي عشان تطمنوا. رغم كل الضغوط اقتصادنا حقق نمو بنسبة 5.3% في أول السنة المالية دي بسبب اتفاقية شرم الشيخ اللي مصر وأمريكا توسطوا فيها. السفن الكبيرة بدأت ترجع تعدي من القناة تاني، ومتوقع نرجع نحصل 10 مليار دولار بتوعنا على آخر 2026.
البنك المركزي عين على التضخم، والزيادة دي هي الضمانة ان الاستثمارات الخارجية تفضل شغالة وتزيد. في الاخر سفرية السيسي ليلة العيد وصمت المدافع قدام طياراته كانت رسالة للعالم كله ان مصر مش مجرد بلد جنب الاحداث، مصر هي الرمانة اللي بتظبط الميزان. احنا مش بنحارب بالوكالة عن حد، بس بنتحرك بقلب ميت عشان نحمي لقمة عيشنا وبيوتنا. الحرب ما بتجيبش غير دمار، لكن الهيبة والسيادة المصرية هي اللي بتبني وبتحمي. والرهان السنة دي ان صوت العقل المصري هو اللي هيكسب في الاخر. كل سنة وانتم طيبين، والدنيا دايما معدولة بوعيكم وقوة بلدكم. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة. باي باي.